عندنا ضحية واحدة. كام مرة سمعنا عن مشروبات الطاقة اللي دايما موجودة كتير جدا في المحلات، وأشهر الشركات بتروج ليها على إنها بتدي طاقة كبيرة، وكمان مقولة إنها مشروبات تعطيك جوانح. بص، هما مش بيكذبوا، لانها بتديك طاقه فعلا بس لمده ساعتين، بعد كده بقى بتعمل وظائف تانية خالص في الجسم، زي تسارع ضربات القلب، الارق، اضطرابات في النوم وغيرها من المشاكل. والاهم من ده كله ان طلبه كتير جدا بيلجأوا ليها وقت الامتحانات، معتقدين انها افضل حاجه علشان تديهم طاقه. يا عم اتنقل بدل ما ارجع بكلامي. مشروبات الطاقة دي عبارة عن مشروبات فيها مواد منبهة ومحفزة للجهاز العصبي مع شوية سكر وأحماض، ده غير احتواء المشروبات دي على نسبة عالية من الكافيين. الحقيقة بقى إن الشركات بتتسارع على النوع ده من المشروبات لأن بيجي لها منهم ملايين، والحقيقة العلمية بقى بتقول إن المشروبات دي خطر جدا على صحة القلب، وخليها دايما آخر حاجة تلجأ ليها. ومهما كان المشروب ده ترندي ومشهور، دايما اختار صحتك رقم واحد. ومشروب النسكافيه أثر معاك في إيه؟ وبكده تكون خلصت معلومة النهاردة. استنونا في حلقات جاية كتيرة، وسلام عليكم.